فعلا. يسقط النظام، يسقط النظام. ما تسخنش قوي كده، انت من النظام. ايوه صح. بيقول لك الشعب يريد اسقاط النظام. وبعدين يا حسن؟ وبعدين استاذ معتمد، سياده المستشار، لو سمحتوا تعالوا عندنا. استنى يا عم شيخ، وقف كل حاجه. اوعى تكتب حرف واحد. هو في ايه؟ ما عنديش بنات للجواز. يلا تعالوا كلكم، تعالوا كلكم، يلا يلا يا ريم، تعال تعال. وبعدين معاك بقى. لا مؤاخذة يا عم الحاج. يلا يا عم، انت هتبص له. ماشي. قاعد جنب ماما. ماما في ايه يا بابا؟ ممكن تقولي بوظت الجوازه ليه يا حسن؟ انا مش فاهمه حاجه. بيقول لك الشعب يريد اسقاط النظام. ايوه يعني ايه؟ يعني ممكن يجي نظام محترم بيفهم يغير البيبي السياسي والاجتماعي اللي احنا عايشين فيه. ساعتها معتمد ده هيبقى اهم واحد في المجتمع. ازاي؟ ما هو لو جه نظام حكم محترم هيرجع الجهات السياديه وغرور مؤسسه العداله وكل اصحاب الفلوس، كل الكلام ده ورا، وهيقدم معتمد واللي زيه لاول الصفوف. يبقى أهل العلم والتفكير هيبقوا أهم ناس. تفتكر يا بابا مصر ممكن تبقى كده؟ لو بيفهموا، لو فيهم حد بيتقي الله هياخد البلد دي في طريق العلم. يا جماعه خلصونا، هنكتب كتاب مين في الافنديه دول بالظبط؟ باشا مستشار عالم. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا حسن؟ مفيش جواز لحد المرحلة الانتقالية ما تخلص ونرسي على بر ونعرف هل مصر هتحب نفسها وهتمشي في طريق العلم ولا هنفضل معفنين زي ما حصل. ان الحياة في البلد وصلت لمرحلة البيبي، وان اي كلام عن الامل يبقى نوع من الوقاحة. وانت جايبنا هنا كلنا بقى عايزنا نعمل ايه؟ نشيل البيبي؟ دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية. في ظل المأساة اللي بتعيشها البلد مفيش حد يقدر يعيش مطمن على كرامته وحياته وأسرته إلا الأفراد في هذه المنظومات الثلاث. أولاً منظومة الجهات السيادية، الحكومة، أمن الدولة، المخابرات بأنواعها. ثانياً منظومة العدالة، القضاء، النيابة، الشرطة. ثالثاً منظومة الثروة. وفي الحقيقة المنظومة دي بتتعامل وتكاد تشتري المنظومتين دول. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنة إن محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها. ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا حيالله علماء، دكاترة، مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. وبناء على ذلك إحنا ما عندناش غير حل من اتنين. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. هنروح فين يعني؟ الدول المحترمة اللي الناس فيها متساويين. أنت جاي تقول كده دلوقتي بعد ما الهجرة أصبحت مستحيلة؟ خلاص بطلوا ياخدوا حد من العالم المتخلف بتاعنا ده.